عالم ذا بويز كله تقريبا ماشي تحت سيطرة فريق السيفن، وعلى رأسهم هوملاندر، الشخص اللي شايف نفسه ملك واللي يعتبر من أقوى السوبر هيروز الموجودين في العالم. لكن لو بصينا بقى على عالم مارفل هنلاقي هنا شخصية شبهه في نقطة السلطة وهي دكتور دوم. هو كمان بيحكم دولة كاملة، لكن الفرق الكبير ان دوم حاكم حقيقي بيهتم بشعبه، مش مجرد ديكتاتور بيدور على تجميد نفسه. لما شفت اعلان دومز داي جه في دماغي سؤال غريب شوية، ايه اللي ممكن يحصل لو دكتور دوم اتنقل لعالم ذا بويز؟ هل هيقدر يغير العالم الفاسد ده؟ وهيكون موقفه ايه من هوملاندر؟ وهل اصلا هيحتاج وقت طويل عشان يخلص على سيفن وشركة فوت؟ القصة بتبدأ لما دكتور دوم يروح يقابل دكتور سترينج ويطلب منه خدمة، كان عاوز يعرف أكتر عن الأكوان الموازية، رغم إن دوم عنده خبرة مرعبة في السحر وبيعرف كمان يستخدم تعاويذ معقدة وبيتحكم في الزمن، إلا إن موضوع الأكوان المتعددة لسه مش متعمق فيه بالشكل الكافي. سترينج طبعا عارف ان رفض طلب زي ده ممكن يقلب حرب، فبدل ما يقوله لا نصحه يراجع شويه كتب خاصه بالمالتيفيرس، وفي نفس الوقت بلغ باقي الابطال تحسبا لاي حركه من دكتور دوم. بعد فترة من البحث دوم اكتشف ان سبايدر مان وديدبول سبق ليهم السفر بين المالتيفيرس، وبما ان ديدبول مش موجود قرر يقابل سبايدر مان ويسأله عن اغرب عالم شافه. سبايدر مان حكى له عن عالم ذا بويز، عن هوملاندر وكمان شركة فود وكل الفساد اللي بيحصل هناك. الكلام ده شد انتباه دوم جدا، فطلب من سترينج يبعته للعالم ده، لكن قبل وصول سبايدر مان بفترة يعني في خط زمن مختلف سترينج هنا وافق، خصوصا ان وجود دوم بعيد عن العالم بتاعه هيكون اهدى للجميع. وقبل ما يفتح البوابه دوم بص له وقال له اوعى حد يقرب من لاتفيريا، لان الانتقام وقتها هيكون اسوأ مما تتخيل. وبكده دكتور دوم داخل عالم ذا بويز. وقبل ما نكمل لازم نحدد نسخه دوم اللي بنتكلم عنها. احنا بنتكلم عن نسخه ايرث 616، النسخه الاساسيه في عالم مارفل. النسخه دي لابسه درع يقدر يستحمل حتى انفجار نووي، ومعاه اسلحه قدرت تواجه شخصيات بقوه هالك، غير انه واحد من امهر مستخدمي السحر وذكائه في مواقف كتير اتفوق حتى على ايرون مان. اول ما وصل بدا يدور في المدينه ويسال الناس عن مكان هوملاندر وشركه فوت، لكن محدش اخده على محمل الجد. بالنسبه ليهم راجل لابس درع حديد ضخم وماشي في الشارع بيسال على هوملاندر اكيد مجنون. لكن دكتور دوم هنا ما كانش محتاج وقت طويل علشان يعرف تحركاتهم، بعدها استخدم السحر وانتقل لمكان تاني وفضل هناك كام يوم. وفي الفترة دي حصلت الحادثة المعروفة بتاعت اي ترين قتل روبن في ثانية واحدة. بعدها دوم خلع الدرع بتاعه وبدأ يتكلم مع الناس بشكل طبيعي ويحاول يعرف رأيهم الحقيقي في شركة فوت، لكن الخوف كان مسيطر على الكل ومحدش كان مستعد ينطق بكلمة. فقرر انه يعتمد على السحر، بدأ هنا يتجسس على احاديث الناس في انحاء المدينة لحد ما وصل لصوت هيوي وهو محطم بعد وفاة روبن. فضل يراقبه من بعيد، لكن فجأة احساسه السحري كشف وجود شخص تاني بيراقب هيوي. قبل ما يقدر يحذره ظهر بوتشر ووراله الاشارة بتاعت الاف بي اي وخده معاه. اما دوم فقرر يتبع الشخص الغامض ده، وبعدها بدقايق هنا اكتشف انه ترانسلوسنت. بدل ما يدخل في مواجهه مباشره استخدم تعويذه بسيطه شلت حركته بالكامل، وبعدها نقل نفسه مكان بعيد عن اي حد، وهناك بدا يستجوب سؤال واحد بس، انت ايه بالظبط؟ فدكتور دوم هنا بدا يساله شركه فود دي بتعمل ايه بالظبط، وهل الناس اللي بتسموهم ابطال خارقين دول فعلا ابطال؟ هنا فضل ساكت ولا رضي يرد على اي سؤال منهم. دوم اداله اكتر من فرصه، لكن بعد ما اتاكد ان مفيش اي فايده فقد صبره. في لحظه طلع من ايده انفجار طاقه اخترق جسم ترانزلوسنت بالكامل وانهى حياته في ثانيه. قوة الضرب هنا كانت مهولة لدرجة إن نورها غطى المدينة كلها، وطبعا حد زي هوملاندر مستحيل يفوت حاجة بالشكل ده. في ثواني كان وصل للمكان، أول منظر قابله كان حفرة ضخمة وفي نصها شخص لابس درع معدني واقف بكل هدوء كأن اللي حصل ده مجرد حاجة عادية. دوم بص ليه من فوق لتحت كده وقلب سخرية، انت بقى الشخص اللي الكل مرعوب منه؟ كنت متوقع حاجة أعظم من كده. بالشعر الأشقر ده شكلك عامل زي نسخة رخيصة كده من سور، أو يمكن كمان أقرب لسنتري. وسكت لحظة قبل ما يكمل، على اي حال ما عنديش وقت اضيعه معاك دلوقتي، لما افضى هبقى ارجع لك، فحاول تفضل عايش لحد ما ارجع لك. وبكل برود هنا فتح البوابه واختفى من قدامه. هوملاندر فضل واقف مكانه مش مصدق اللي حصل. لاول مره من زمان حس ان في شخص ما تعاملش معاه بخوف ولا حتى باحترام. الاحساس ده كان جديد عليه تماما. بعد ما استوعب الموقف اتصل فورا بشركه فوت وامرهم يوقفوا اي مشروع شغالين عليه. كل الموارد من اللحظه دي لازم تركز في شخص واحد، مين الراجل ده؟ جاب التكنولوجيا دي منين؟ ازاي بينتقل بالشكل ده؟ واهم سؤال بالنسبه ليهم، لو هو السوبر خد كومباوند في ازاي؟ في نفس الوقت رجع دوم لهو وبوتشر وقال بمنتهى البساطه ترانسلوسنت انتهى. الاتنين اتصدموا، سالوه ليه عمل كده، رد عليه بمنتهى البرود، حتى لو انا ما كنتش موجود كنت ما هتوصلوا لنفس النتيجه في الاخر، انا بس وفرت عليكم شويه وقت. بعدها سالوا عن هوايته وايه هدفه من كل اللي بيعمله. ابتسم دكتور دوم وقال هاسس دوله جديده هنا واوري الطفل اللي اسمه هوملاندر يعني ايه حكم حقيقي. الكلام ده خلى بوتشر يفكر ان الراجل ده مجرد مجنون جديد وعاوز ياخد مكان المجنون القديم، فمن غير تفكير حاول يهجم عليه، لكن دكتور دوم حتى ما اتحركش. باشاره بسيطه استخدم التخطر الحركي ووقف بوتشر مكانه، وبعدها رماه اخر الاوضه كانه لعبه. ولو بتسال نفسك ايه اللي مخلي دكتور دوم مهتم بالعالم ده اصلا، الاجابه بسيطه، غرور دكتور دوم معروف في عالم مارفل.
اول ما عرف ان في شخص بيسمي نفسه بطل وبيحكم الناس كانه ملك، اعتبر الموضوع اهانه لفكره الحاكم الحقيقي، كان لازم يروح بنفسه ويعرفه حجمه. وفوق ده كله كان زهقان اصلا من العالم بتاعه. بعدها بص لهيو وقال تعالى معايا. هو شايف ان هيو من القليل جدا ان لسه عندهم ضمير في العالم ده، وكمان طلب من بوتشر ينضم ليه. وفي اللحظه دي دوم خلع الدرع. هيو افتكر وشه فورا، ده نفس الشخص اللي كان بيساله عن روبن من كام يوم. اما بوتشر فوافق في النهايه. اي حد يقدر يقتل شخص بالشكل ده بالسهوله دي يستحق فعلا يبقى حليف. تاني يوم الصبح بقى حصلت مفاجاه، كل القنوات الاخباريه اتقطعت فجاه وظهر عليها بس واحد. الشخص اللي ظهر كان فيكتور دوم، عرف بنفسه قدام العالم كله واعلن انه هيأسس دوله مستقله، وقال اي شخص تعب من حكم هوملاندر ابواب دولتي مفتوحه ليه. مش فارق معايا انت سوبر ولا انسان عادي، المهم تحترم القانون، لكن لو فكرت تعمل فوضى ما تستناش اي رحمه. اما اسم الدوله فاختار على سبيل الهزار بويزلاند. هو اصلا متوقع انه هيرجع العالم بتاعه بعد كام يوم، فما فرقش معاه الاسم. الاعلان قلب البلد كلها، ناس كتير كانت شايفه ان دي يمكن تكون اول فرصه للهروب من سيطره هوملاندر، وفي المقابل مأيدو هوملاندر اعتبروا اللي حصل اعلان حرب صريح. في الوقت نفسه بقى فرنش وباقي الفريق كانوا بيدوروا على طريقه ينقذوا بيها كيميكو، ولما عرفوا بقوه دوم طلبوا مساعدته. دوم وافق بدون اي تردد، وخلال وقت قصير جدا اقتحموا المكان وخلصوا على كل الحراس وانقذوا كوميكو بسهوله. لكن المره دي كان في فرق كبير عن الاحداث الاصليه باستخدام السحر. دوم هنا قدر يرجع لها صوتها من جديد، وده خلى التواصل معاها اسهل بكتير. اما اخوها فكان لازم يتسلم لمالوري لانه يعتبر دليل مهم ضد فوت. بعدها الفريق انقسم، بوتشر والباقي راحوا يقابلوا مالوري. اما بالنسبه لدوم فرجع لدولته الجديده، ولما وصل اتفاجئ ان الاف الاشخاص سبقوه ووصلوا بالفعل، وفي ايام قليله فقط حول المكان لقلعه حقيقيه. بنى تكنولوجيا متطورة وحواجز سحرية قوية، وزرع كمان عشرات الأنظمة الدفاعية والفخاخ بحيث إن أي حد يحاول يتسلل فرص نجاته تبقى شبه مستحيلة. طبعا شركة فوت ما كانتش هتسكت على اللي بيحصل ده، بدأوا يبعتوا مجموعات من السوبرز وكل مرة بقوات أقوى من اللي قبلها على أمل يقتحموا دولة دوم. لكن كل محاولة كانت بتنتهي بنفس النتيجة، فشل كامل. الخسائر كانت بتزيد وعدد كبير من أبطالهم كمان وقعوا قبل حتى ما يعرفوا يقربوا من حدود المملكة. وفي نفس الوقت بعض أفراد السيفن حاولوا يتسللوا وسط السكان، لكن بالنسبة لشخص زي دكتور دوم الخداع ده ملوش أي قيمة. بمجرد ما استخدم السحر قدر يقرأ أفكارهم وعرف هويتهم في ثواني. أما شركة فوت عرفت إن خطتها اتكشفت، قررت تبعت ستورم فرونت وكمان زاديب للمهمة. زاديب هنا كان مكلف يخلص على بوتشر وفريقه، لكن بعد معركه قصيره قدروا يهربوا للانفاق. ولما هوملاندر وصل عشان ينهي الموضوع ملقاش حد. دكتور دوم هنا كان سبق الجميع وفتح بوابه نقلت الفريق بالكامل للمملكه بتاعته، لكن هو اصر ان هم ما ينفعش يسيبوا اخوه كوميكو. دكتور دوم وافق ورجع لوحده، ولما وصل كان كل شيء انتهى. لا هنا كينج مقتول على الارض وستورم فرونت واقفه فوق الجثه بتاعته. المنظر ده استفز دكتور دوم بشكل غير طبيعي. بل لحظه ما كيميكو بقت من شعبه اخوها كمان بقى تحت حمايته، فسال ستورم فرونت ايه اللي خلاكي تقتليه؟ ردت بكل برود لأن وجودكم شر على العالم. دوم اكتفى بالجملة دي وقال الإجابة دي كفاية. في لحظة بقى الدرع المعدني ظهر حواليه، لكن المرة دي لف حوالين ستورم فرونت نفسها وحبسها بالكامل. مهما حاولت تطلع ما كانش في أي فرصة. بعدها فتح بوابة للرجوع، لكن قبل ما يختفي ظهر هوملاندر بسرعة رهيبة وهو بيحاول يهاجمه. دوم هنا رفع الدرع وصد الهجوم بسهولة، وبعدها ضرب هنا موجة طاقة رمت هوملاندر بعيد. وفي نفس اللحظة دوم بوتس سيطرت عليه ومنعته كمان يتحرك. بص له دوم هنا وقال له بهدوء قلت لك قبل كده دورك لسه ما جاش، وسابه مرمى على الارض ورجع كمان للمملكه بتاعته ومعاه ستورم فرونت اسيره. اول ما رجع امر بتخديرها فورا، وبعد كده اخد عينه من دمها. كل هدفه كان يفهم السر بتاع كوماند في، وبذكائه اللي محدش يقدر ينافسه فضل هنا يحلل المركب لساعات، وفي النهايه نجح يعمل نسخه عكسيه منه. مصل يقدر يمحي قوه اي سوبر اكتسبها بسبب المركب ده. والاول مره تاني سيطر على كل القنوات الاخباريه قدام ملايين الناس. طلع ستورم فرونت وهي يعتبر متكلبشه وحقنا بالمصل. في ثواني اختفت كل قدراتها، وبعدها وجه رساله مباشره لفوق لو اي مواطن من دولتي تعرض للاذى مره تانية ما تلوموش غير نفسكم. هو ما قتلهاش لان بالنسبه ليها قوتها كانت اهم من حياتها نفسها، وان ياخدها منها كان اسوأ عقاب ممكن تتعرض له. بعد كام يوم بقى بوتشر راح يقابل دكتور دوم وقال لي ان ممكن ده اخر امل عنده في الوصول لبيكا. دوم استغرب وساله ليه مركز مع هوملاندر بالشكل ده، وساعتها بوتشر حكى ليه كل اللي حصل، ازاي هوملاندر دمر حياته وخطف كمان منه زوجته. الغريب ان دكتور دوم اللي عاده مش بيهتم بمشاكل حد المره دي سكت. القصه فكرته بوالدته وبالفتره اللي اضطر فيها يواجه العالم كله لوحده، ولاول مره حس ان في حاجه مشتركه بينه وبين بوتشر. فقال له كنت ناوي اسيب العالم ده بعد ما انشر علاج يرجع كل السوبرز بشر عاديين، لكن بعد اللي سمعته هوملاندر لازم يموت. بوتشر طلب منه يديه العلاج وهو يتصرف، لكن دكتور دوم رفض. طالما بوتشر بقى واحد من شعبه يبقى دي بقت معركته هو كمان.
بدأوا يدوروا على بيكا، ومع سحر دكتور دوم الموضوع خد وقت قليل جدا. فتح بوابة مباشرة للمكان اللي كانت محتجزة فيه وانقذوا بيكا وكمان ريان ورجعوا بيهم للمملكة. ودلوقتي فضل حساب واحد فقط وهو هوملاندر. لكن دكتور دوم ما كانش مستعجل، كان عارف ان هوملاندر هيتجنن اول ما يكتشف ان ابنه اختفى. وفي الوقت ده استخدم السحر على ريان وغير ذكرياته بالكامل، خلاه يفتكر ان بوتشر هو والده الحقيقي بدل هوملاندر. بل ان دوم عرض على بيكا حل اكتر قسوة، قال ليها كمان انه يقدر يمحي هوملاندر من وجود نهائيا، لكن بيكا رفضت ودوم احترم قرارها. وهنا بقى بعد ايام هوملاندر وصل اخيرا ومعاه جيش ضخم جدا من السوبرز وقوات شركه فوت، وقف قدام بوابه المملكه وصرخ رجعوا لي ابني. خرج دوم هنا بهدوء شديد وبص لي بابتسامه وقال له اهو اليوم اللي انت كنت مستنيه وصل. وفجاه بقى المملكه كلها انفجرت بالطاقه، مدافع وافخاخ وانظمه دفاع اشتغلت في نفس اللحظه. السوبرز حاولوا يهربوا لكن اكتشفوا ان دكتور دوم سبقهم. كان عامل حاجز طاقة عملاق قافل ساحة القتال بالكامل. في دقايق معدودة نص الجيش تقريبا انتهى، والباقي يا اما هرب وهو مرعوب يا اما وقع مصاب. ولما التراب هنا اختفى ما بقاش واقف غير هوملاندر مصدوم وخايف. دكتور دوم مشي ناحيته ببطء، والمفاجأة ما استخدمش السحر ولا أي سلاح، اكتفى هنا إنه يقاتله بإيده. وكل ضربة هنا كانت بتوجعه فعلا. بعد ضرب عنيف وقع هوملاندر على الأرض، طلع دوم المصل العكسي وحقنه بيه، وفي لحظات اختفت كل قوته، بقى مجرد انسان عادي. دكتور دوم هنا بص ناحيه بوتشر وقال له اتفضل خلص اللي بداته. بوتشر ما استناش ثانيه وانتقم بايده، وبكده انتهى كابوس هوملاندر للابد. بعدها نشر دكتور دوم النسخه العكسيه من كومباوند في الجو. كل السوبرز اللي اكتسبوا قوتهم بالمركب ده فقدوها، اما اللي اتولدوا بالقوه بشكل طبيعي زي ريان فضلوا زي ما هم. وقبل ما يرحل بص لبوتشر وقال له سبت لك سوبرمان بتاعك بس خليك حريص ما تخلوش يبقى اومني مان. فضحك بوتشر. اما دكتور دوم فظهر للمره الاخيره بس عالمي واعلن ان بويزلاند اصبحت الدوله الاقوى في العالم وان شركه فوت انتهت رسميا. وبعد ما خلص كل اللي كان عاوزه رجع لعالم ايرث 616. وشكر كمان دكتور سترينج على الرحله دي وقال له انه مستني يشوف هيبعته على انهي عالم المره اللي جايه. فكالعاده بقى استنى رايكم في الكومنتات، ولو استريح حد اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.